السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفة ان انا الفترة دي بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس والله غصب عني. النهاردة احنا هنعمل مع بعض بانيه ازاي ده بالوراك. الصراحة هي ضربت في دماغي، احنا ما بناكلش الا وراك، يعني احنا بناكل صدر الفرخة بس. طب يعني بقية الفرخة هنرمي؟ اكيد لا. خدت خليته من العظم وقطعته كده شرايح وفرمته في المفرمة، وجبت عليهم بصلاية وقرن فلفل وفصين توم، قطعتهم شرايح كلهم كده زي ما انتم شايفين، وهفرمهم برضه في المفرم. هنا بقى بعد ما احنا فرمناهم، ودي الوراك بعد ما اتفرمت. هتقولي هتعملي الوراك بانيه؟ ايه يعني من جرب؟ كل حاجة مضمون. يعني هي اللي بتجيلك بانيه جاهزة بتبقى صدور بس؟ عمرها. هنا معانا بقى بولة ونص الفرخة اللي معانا، والبصلاية والقرن فلفل والفصين التوم اللي احنا فرمينهم مع بعض، فرمناهم عشان واحنا بنشكل البانيه بتاعنا شكل الجاهز بالظبط، يبقى الشكل مظبوط وما يبقاش فيه قطع بصل زايدة، لا خشنة تكلكع معايا تعمل معايا، لا نفرمهم فرم ناعم. ومعانا هنا بقى البهارات: نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، رشة بشرة جوز الطيب، رشة قرفة، وشطة حسب الرغبة. شوفين بقى انت حباه حار، يعني حباه حار او بارد. معانا هنا بقى ايه؟ معلقة زبادي كبيرة كده، يعني نص علبة من اللي هي الجاهزة اللي بنشتريها الصغيرة، وربع معلقة صغيرة عصرة ليمونة، يعني 4 5 نقط كده من الليمونة كده، ايه علشان الكفتة بتاعتي او البانيه بتاعي يكون مش في اي ريحة او طعم زفارة نهائي. تمام كده؟ تمام. هنجيب معانا هنا ايه؟ معلقتين دقيق، لان عارفين ان الورك بيبقى ايه؟ سايح شوية كده، عشان نقدر نشكله مظبوط حطينا له ايه؟ معلقتين الدقيق. لو عملت الطريقة دي بالصدور ينفع عادي، مفيش اي مشكلة، بس هتحطي بدل المعلقتين معلقة. والملح حطيتيه حسب الرغبة، انا حطيت معلقة صغيرة كده ممسوحة مش ملي، يعني انا مليتها وحطيت مسحتها بس. دي للنص فرخة يا جماعة، الملح اللي انا بقوله ده للنص ملح، يعني للنص فرخة وعلى حسب الرغبة. ومعنا هنا بقى ايه؟ 3 معالق زيت كده علشان نلمهم كويس. يعني ايه، هنمزج كده المكونات بقى كلها مع بعضها علشان تشرب من التوابل والزيت والفلفل والبهارات والملح، كله يتوزع كده بشكل متساوي على اللحمة بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا. هنغطيها بقى كده ايه؟ بستريتش راب، وهنسيبها لمدة ساعتين على رف التلاجة. إيه انت حابة تغيبها عن كده ممكن يوم، من تعمليها من بالليل مثلا وتبدأي تشكليها الصبح، مفيش اي مشكلة. بس وممكن لو انت مستعجلة قوي قوي اقل حاجة خالص نص ساعة. هنا بقى معانا العجينة بعد ايه؟ عجينة الفراخ بعد ما طلعت من التلاجة. هنا بقى معايا 3 معالق دقيق و4 معالق بقسماط خشن، اللي هو بيبقى كورن فليكس مثلا، وانا بجيبه بالشكل اللي انا وريتهولكوا في الاول دون، وبديله طحنه كده خفيفه في المطحنه علشان ينعم معايا، ما يبقاش خشن قوي، علشان البانيه بتاعي يتشرب الطبقة اللي انا هديها له تمسك فيه كويس، ما تبقاش مهددة ان هي تقع مني او تدي فراغ ما بين الطبقة بتاعة الكورن فليكس او البقسماط والبانيه. هنا معانا كيس نايلون، ما عندكيش كيس نايلون يبقى استرتش، ما عندكيش استرتش يبقى ايه؟ كيس تلاجة هتفتحيه
وهتدهنيه كده ايه بايدك كده زيت، علشان لما تفردي عليه البانيه بتاعك يكون تعرفي تتحكمي فيه، ان انت تشيليه او تحطيه ما تلزقش منك في قلب الكيس. هنا بقى معانا الخلطة كده، هناخد على قد الواحدة بوحدتها، لو قدرتي على قد 2 برضو عادي، بس علشان ان اول واحدة لو حطيتيها في مثلا الكمية كلها بتاخد اللي هو كورن فليكس قبل الدقيق، يعني ممكن تاخد منك كورن فليكس بس على اخر واحدة تلاقيها مثلا ما عادش لها كورن فليكس، بقى الدقيق بس، فكده هتختلف في التحمير وهتبقى طرية منك ومش هتبقى بالقرمشة اللي انت حباها. هنا بقى انا بعمله الشكل اللي هو الجاهز، شكل نص دايرة كده من تحت وطالع بزاوية مثلث، يعني مثلث كده ونازل بالخط، من الخط ده للخط ده زي الدايرة كده زي ما انتم شايفين قدامكم. عملت معاكم بقى كام واحدة، وهعمل شكل تاني بس مش هغطيه بالبقسماط او بالكورن فليكس. هنا هو انا بغطيها وبشيلها احطها على صينية برضو محطوط عليها استرتش راب، علشان هتدخل الفريزر تتماسك شوية. تمام معايا كده؟ تمام. تعالوا بقى هنا للشكل التاني. ممكن انتي تفرديه كده الكورة اللي انت حباه او الشكل اللي انت عاملاه، وتقطعيها يعني تحدديها كده زي ما انا عملت باي مثلا غطا برطمان عندك او فلافل، اي دايرة او اي شكل انت حباه، والرفع برضو اللي انت حباه. وانا غطيت هنا اول واحدة وبعد كده مش هغطي التاني، يعني انا وريت لكم عملت بغطا البهارات اللي هو البلاستيك اللي على شكل وردة دون، والتانية حطيتها في قلب غطا البرطمان ذات نفسه زي ما انتوا شايفين كده شكلها بتدي بقى في الحجم متساوي وفي الشكل موحد، مفيش حتة طالعة لا حتة رفيعة لا واحدة تخينة، مفيش الكلام دون خالص. وهكمل الكمية بتاعتي برضو بنفس الطريقة دي، من غير بقى حابة انتي تغطيها بالبقسماط، بس انا حبيت اعمل دي زي الهمبرجر كده، زي الكفتة عادي من غير اي بقسماط. وكان طعمه جميل جدا جدا وشكله كان تحفة وقرمشته كانت جميلة. وما تنسونيش بقى بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ودون بعد ما خلصت ودخلت الفريزر، وده الشكل بعد ما دخل الفريزر، شايفين متماسك جدا. الصراحة انا حطيته في الفريزر ورحت مشوار وجيت كان اتجمد تمام. انتي ممكن بقى تسيبيه ربع ساعة 3 ساعة على حسب ما انتي هتقدمي الاكل بقى امتى. هنا انا كنت بختبر الزيت بتاعي، وحطيت واحدة كورن كده، اول ما بتطفو كده على وش الزيت وبتعمل فوران بعرف ان الزيت بتاعي بقى يعني خلاص مظبوط معايا. ما تقوليش الزيت هيسخن قوي هيحمرها بسرعة، ما تنسيش ان احنا كمان مجمدين الفراخ او مسقعينها، فاول ما هتنزل هتسقع الزيت هذا، فهيبقى دافي يعني حلو وهيسوي الفراخ سوي مظبوط. هتفضل ايدك فيه زي ما انت شايفه كده لحد ما تاخد اللون اللي انت حباه، لون فاتح لون غامق لون ذهبي غامق ذهبي فاتح اللي انت حباه. وهنا بقى بعد ما خلصت طلعته على صينيه وحاطه فيها، تحطي فيها منديل او مناديل مطبخ او ورقه عاديه خالص
وتسيبيها عشان لو في اي زيت او في اي حاجة هتتشربوا منك. هنا بقى هنقدمه كده في المطبخ. حطيت معاها ايه 4 وحيد ستريبس كده. شكل الطبق بتاعنا بقى هعمله معاكم، بس ايه مش هنزل الوصفتين مع بعض، انا كنت عاملاهم في يوم واحد بس مش هنزلهم مع بعض، هنزله لكم ان شاء الله في يوم تاني. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وما تنسونيش بقى بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو جديد ان شاء الله.